السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون ريفيو عن كل كتب التربية اللي انا قريتها واشتريتها وجربتها. دي المجموعة بتاعتي. بصراحة اول كتاب او اول مجلدين هما تربية الاولاد في الاسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان. آه، بصراحة أنا شايفة إن الكتابين دول من أهم الكتب اللي أي بيت فيه نشأة أو فيه أطفال لازم يتجابوا من قبل ما يتولدوا أصلا. يعني مجرد ما تعرف إن في بيبي جاي في السكة مفروض الكتابين دول يكون عندك. ليه الكتابين دول أو هما بيتكلموا عن إيه؟ هما بيتكلموا عن تربية الأولاد في الإسلام فقهيا. يعني أي حاجة تخص المولود والطفل المسلم بيتكلموا من أول ما يتولد، يعني من اول ما او تقريبا من قبل ما يتولد انت ازاي تختار اصلا ام لاولادك. فاعتقادي ان الكتابين مهمين جدا، بيتكلموا عن احكام المولود. يعني انت اول لما بيبي يجي العقيقة ازاي، ايه المفروض في العقيقة بالظبط، بتحتفل اصلا باستقبال المولود ازاي في الاسلام يعني وكده. فكتابين مهمين جدا بيتكلموا من اول المولود، يعني من اول الولادة لحد المراهقة وفيما بعد كمان. فهم كتابين اعتقادي ان هم مهمين جدا. يعني ازاي تعلم طفل، مش طفلك، ابنك المراهق او بنتك المراهقة، البلوغ والتكاليف بتاعتهم يبقوا مكلفين ازاي وليه يبقوا مكلفين والكلام ده كله. فهم كتابين مهمين جدا جدا جدا. انا بصراحة انصح اي حد ان هم يجيبهم يكونوا موجودين في البيت. دول اول كتابين. تاني حاجة عندي، طبعا الترتيب مش بناء على أهمية أبدا، أنا مرتبة بس عادي كده. تاني كتاب بصراحة ابنك على ما تربيه للدكتور إيهاب ماجد. الكتاب دوت حلو جدا جدا برضو، وأحلى حاجة فيه إن هو عملي. يعني مش بيتكلم منطق أو أكاديمي أو كده، لأ بيكلمك تعملي إيه بالظبط. لو أنا أم بسيطة جدا بقرأ الكتاب فهو بيقولك أنت تعملي إيه بالظبط. يعني أنا في الموقف ده حصل كده هعمل كده. فهو الكتاب ده بصراحة بالنسبة لي أنا حاسة إن هو مفيد جدا، كأنه روشتة علاجية. فأنا برضو بنصح بيه. تالت حاجة بقى معانا تنشئة كارل وايت. الكتاب دوت أنا ما كنتش لاقيه في السوق أبدا. سمعت عنه من حد وقعدت لفيت عليه في كل المكتبات حواليا وبصراحة رحت مثلا للناس اللي في اسكندرية عارفين شارع النبي دانيال، ده شارع معروف بالكتب يعني. انا ما لقيتهوش. رحت سوق الاسبكيه في القاهره برضو ما لقيتهوش، لحد ما لقيت حد مكتبه عرضاء اونلاين فطلبته. بصراحة هو لا يستحق المجهود اللي أنا تعبته في البحث عنه يعني بصراحة. اللي كان متكلم عنه كان قايل إن تنشئة كارل وايت دي آه، يعني آه، تجربة تربية فريدة من نوعها. لان كان طفل، يعني باختصار طفل اخده الدكتور وهو عنده 13 سنة. فهي كانت تجربة حلوة قوي، وانا من كتر ما اللي كان بيتكلم عنه انا حبيت قوي. الله، يعني يا ريت حد يكرر تجربة لطيفة كده او حتى جزء منها. بس لما اشتريته بدأت اقرأ فيه عرفت ان الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية لكارل وايت. يعني هو ما اداناش افادة. انا كنت بحسب ان هو هيقول لنا خطوات ان احنا نعمل ازاي، بس هي الفكرة كلها كأنها بيحكي قصته او او التنشئة بتاعته او مثلا سيرة ذاتية ليه. فانا ما حبيتش بصراحة. انا كنت بحسب ان هي هتبقى خطة انا امشي عليها عشان اكرر نفس التجربة دي، بس ما كانتش كده. فانا بصراحة ما انصحش بيه قوي يعني. عبارة كان كأنه قصة او رواية. طبعا السلسلة التحفة دي، يعني انا مش عارفة، انا لو قعدت اتكلم عليها من هنا لحد بكرة مش هوفيها حقها. السلسلة دي تنمية البناء النفسي للطفل، اللي هي تنمية المهارات والبناء النفسي للطفل. السلسلة تحفة 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 للدكتور سعد رياض. السلسلة دي الجميل فيها ايه؟ هي برضه عملية جدا زي كتاب الدكتور ماهد، الدكتور إيهاب ماجد اللي قلت لك عليه. برضه عملية. الفكرة في السلسلة ان هي بتربي المربين والأطفال. يعني هي بتربي المربي كأم وأب، وبتربي الطفل، وبتعدل السلوك النفسي، بتتكلم في تنمية المهارات اللغوية واللفظية. عندنا كتاب تاني بيتكلم عن تنمية المهارات الحسية والمنطقية والاختراع، تنمية المهارات المكانية والفنية، تنمية التفكير الإبداعي.
كتب بجد تحفة بمعنى الكلمة، تنمية المهارات الاجتماعية. هو بيتعامل مع أول حاجة أنت كمربي تعمل إيه مع نفسك عشان تقدر تربي ابنك. فبصراحة بصراحة سلسلة هايلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ممتازة. بس للأسف الشديد أنا السلسلة دي كنت جايباها من 6 سنين، كانت جاية لي هدية من حد يعني. بس للأسف دي ما بقتش تتنشر تاني، يعني آخر يعني السلسلة دي وهو بيشتريها قالوا ان هي مش موجودة تاني، ما بقتش تتطبع تاني. يعني نفسي ان هي تتطبع تاني والله، لان هي مفيدة جدا. فان شاء الله ان شاء الله لو قدرت اعملها لكم كسلسلة كتب مسموعة باذن الله، ربنا يقدرني واعملها لكم، فهي مفيدة جدا جدا جدا. اخر حاجة بقى ده برضو كنت جايباه اونلاين، لقيته على النت، كيف تربي طفلا مذهلا بطريقة المونتسوري. بصراحة هو كتاب انا كنت بحسبه ان هو هيبقى واو برضو، بس هو مفيد، مش نقول ان هو وحش يعني للدرجة، بس هو عبارة عن بوستات. يعني انا لو دخلت جوجل ابحث عن اي حاجة في الكتاب هنا، هي كأنه مقالات من جوجل. هو مجمع مقالات باختصار شديد، ومش عامل حاجة مثلا واو او كده. فهو كان برضو مش رخيص الكتاب ساعتها، فانا بصراحة بالنسبة لي لا، ما يعني اديله كام 4/10، ان هو كتر خيره جمع لي مقالات اليوتيوب في كتاب واحد. بس برضو باختصار شديد، ومش مش مديني مثلا إيه نقط امشي عليها، لا حاجات بسيطة جدا. فانا بالنسبة لي ما كانش كتاب كويس قوي. بس يعني انا لو هرتب الكتب اللي عندي دي من هما كام، 1 2 3 4 5، من 1 ل5، يبقى اول حاجة بالنسبة لي كانت ديت بتاعت ناصح علوان. اول حاجه تاخد واحد، وبعديها بصراحه سعد رياض، بعديها دكتور ايهاب ماجد، ودوت طبعا كارل وايد. بس ف بس دي كانت ريفيو سريع جدا عن الكتب اللي عندي. وباذن الله باذن الله ان شاء الله استنوني باذن الله، وانا عامله لكم السلسله بتاعه سعد رياض ديت، دكتور سعد رياض، كتب مسموعه، لاني انا كنت بفكر اعمل لكم كده وهتستفيدوا منها كتير قوي. وبس كده، مع السلامه.